في أكلات كتير حوالين العالم ممكن تكون غريبة جدا، بس لما تلاقيها جوه علب ده بيزود من غرابتها. تعال معايا أقولك على أغرب الأكلات اللي ممكن تتخيلها وتلاقيها في علبة جنبك في السوبر ماركت. في منغوليا، عين الخروف المخللة والمعلبة حاجة عادية جدا. العين دي بتتقدم تقليديا كعلاج من آثار شرب الكحول، بتتخلل مع عصير الطماطم وبتتقدم كوجبة أو علاج شعبي. الفكرة نفسها غريبة جدا، بس بالنسبة للمنجوليين ده جزء من تقاليدهم. تخيل كده تفتح العلبة وتلاقي عين خروف بتبصلك. اليابان دايما فيها حاجة غريبة لما موضوع بيبقى متعلق بالأكل، بس تعليب سلطعون العنكبوت العملاق ده شيء مميز جدا. السلطعون ده بيعيش في أعماق المحيط وبيكون ضخم جدا برجلين طويلة. بيتباع جاهز للأكل في علب، وناس كتير بتضيفه للنودلز أو الشوربة. تخيل تاكل حاجة شكلها شبه العنكبوت بس بطعم سلطعون. أما بقى في السويد سور سترومينج هو سمك مخلل، بيتخمر لمدة طويلة جدا قبل ما يتعلب. الريحة بتاعته قوية جدا لدرجة إنه ممنوع تفتح العلبة في بعض الأماكن المغلقة. بس في السويد هو جزء من الثقافة والأكل التقليدي، وبيتقدم مع البطاطس والعيش. الطعم نفسه مميز جدا، لكن الريحة هي اللي صعب جدا تتحملها. ولو بتدور على أكل جريئة، تايلاند عندها الحل. العقارب المقرمشة المعلبة بتتباع كوجبة خفيفة، بيتنضفوا ويتقليوا ويتعلبوا جاهزين للأكل. الناس اللي بتحب الأكلات الغريبة بيقولوا إن العقارب دي مقرمشة وطعمها زي الفشار بنكهة شوية حديد. مش كل الناس تقدر تجيب نفسها إن هي تجرب العقارب، لكن في تايلاند ده جزء من ثقافة الأكل في الشارع. ولو نروح للصينيين فهم عندهم حاجة مشهورة جدا اسمها بيض الميت سنة أو البيض المتعفن، واللي هو في الحقيقة مش بيضة قديمة، لكنه بيتخمر لمدة شهور لحد ما الصفار يبقى أخضر والبياض يبقى شبه الجيلي. البيض ده بيتقدم كوجبة تقليدية في الصين، وبيتباع كمان في علب. ناس كتير بتشوفه غريب جدا، بس هو عندهم يعتبر حاجة لذيذة وتستحق التجربة. إما كندا بقى، فالقندوس ليه شعبية في بعض المناطق النائية وبيستخدموه كغذاء خصوصا في الشتاء. لحم القندوس بيتباع في علب وجاهز للطبخ. بيقولوا إنه طعمه شبه لحوم الحيوانات البرية، لكنه مدخن شوية وبيحتاج يطبخ بطريقة معينة علشان يبقى طعمه كويس. شوربة عيش العصافير هي واحدة من أغلى الأكلات في هونج كونج، وبتعتبر وجبة فاخرة جدا. العيش بيتعمل من إفرازات الطيور نفسها وبيتعلب كحساء مغذي. ناس كتير بتؤمن إنه ليه فوائد صحية كبيرة، وبيستخدموه كمقوي ومغذي. ورغم إن الفكرة تبدو غريبة، إلا إنه يعتبر طبق فاخر جدا في شرق آسيا. فرنسا مشهورة بأكل رجلين الضفادع، لكن الغريب هو إنك ممكن تلاقيها في علب. الرجلين دي بتكون جاهزة للأكل، أو إنك تطبخها وتقدر تقليها أو تضيفها لوصفات فرنسية تقليدية. طعم شبه لحم الدجاج بس بيكون أكتر ليونة، وناس كتير بتحب تجربها كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي. فالأكل الغريب بقى موجود في كل مكان، بس مع التطور في الأطعمة المعلبة بقى سهل إنك تلاقي أغرب الحاجات دي على رفوف السوبر ماركت. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب، واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.